سادة العلماء، أقدم شكري الجزيل للإخوة في اتحاد العلماء والمدارس الإسلامية على إقامتهم الملتقى الثاني. نتمنى دوام هذه اللقاءات لكي تقوى أواصر المحبة بين علماء كردستان، ونتشرف أيضا بإقامة مثل هذا الملتقى القادم بعونه تعالى بالتنسيق مع الإخوة في اتحاد العلماء في أربيل عاصمة إقليم كردستان إن شاء الله في السنة القادمة. ولكن قبل البدء بالحديث أريد أن أشير إلى نقطة مهمة وألقي اللوم على الإخوة المنظمين لهذا الملتقى وكذلك الأخوة الذين تكلموا من قبلي وكأنهم لم يعيشوا في كردستان وكأنهم لم يعيشوا معاناة شعب كردستان. أيضا جزئين من كردستان، الجزء الغربي والجزء الجنوبي، ما يسمى بكردستان سوريا وما يسمى بكردستان العراق، الآن ينزف دما. أكثر من 2000 شخص في إقليم كردستان لمدة 2 يحاربون الفكر التكفيري. أمس أصبحت مدينة كركوك تنزف دما، الجوامع أغلقت، لم تقم صلاة الجمعة، هتكت الأعراض واستباحت الحرمات، ولم أسمع من أي أحد من أخواني الذين تكلموا من قبلي أن يتطرق إلى هذه المشكلة الكبيرة، مواجهة الفكر التكفيري، الفكر الإرهابي لداعش في هذا الجزئين من كردستان. عقيدة درست قالك هر إنسانك مسلمان عقيدة لازم درست به. شو وقتك وعقيدة ندرست به تشتك عملي وي إنساني ندرستا. شو عقيدة أساسا تمام أعمالي دي لسروي أساسي آباد بن. وقتك أساس خرابة به، أساس بوش به، كربيج أساس بكابن بوش بن صست بن رجي بن، وعمل إنسان تمام عملك رجي به تخير بي عملي بي دليلا. جبر به هر إنسانك مسلمان قرك عقيدة وي درست به. ليش شرا خورت هاتي اختيار كرن باعتبار خورتاني مرحلة قوينة دنا بين دم مرحلة ضعيف ده، مرحلة زاروكيتية، مرحلة ضعيفة وحكمة جي بيرانينا، مرحلة اختيارية أو جي مرحلة ضعيفة لحكمة بيرهايا. إجبار بيد بيجن همة الشباب وحكمة الشيوخ، همتا خورتا وحكمتا اختيارا. ويجي خورتاني أب مرحلة دنا بين وهردو مرحلة ديا، يعني مرحلة خورتانية جي مرحلة فطرتي درباس بوغهم مرحلة كي ممكنة أب إنساني خدي عقيدة هاجركو عقيدة وإذا نباك به ممكن الشر وي شرك مستطير به، شر وي شرك جلك خراب ده حق إنسان ده حق مجتمع ده حق أمته ده. وكونها أمد بينكو شاوا خرابون دولات مسلمان هذا شيء به، شاوا مسلمان بخوا مسلمان دكوجي، أحمد محمد دكوجي، عبد الله عبد الرحمن دكوجي، يك جوا جورج ناكوجي، يك جوا نتنياهو ناكوجي، خوا هبدو دكوجي. سببي شيا سببي يجبركو أعمالي وقائم سر عقيدة ندرست، عقيدة صحيح، عقيدة ندرست. جبر في أفخورتها وقتك وأم صرمان أم علماء مصرمانا أم كاربن تحصيناوي بكن، أم كاربن وي قوين بكن، أم كاربن عقيدة وي درست بكن، هنجي وببهم خير ومنفعة ورحمة جي إنسان را وجي حيوان را وجي حياة را. شكو هنجي ووظيفة خناس بكي وهنجي تصورة ويجي كوني وجي حياة وجي إنسان وتصورك حقيقي به، وهر جانبك جوا جوانب هايكو تصورة ويتدب وحقيقي وحقي ويبديدا وغلط يد حقي ويدنكي. باشا أب خورتي ماي مسلمان شرا
جدين باش كتيا اف خورت مسلمان وكوي قماشي قوري سبي قابلك وهر نقشك تيدا ببي باشا چرا داس و چاكوش تيدا هاتا نقشاندن ليه چرا قرآن و سنة تيدا نهاتا نقشاندن چرا انجيل و تورات تيدا هاتا نقشاندن چما قرآن تيدا نهاتا نقشاندن چما دير و كنيسة تيدا هاتا نقشاندن چما جامع و مزگف تيدا نهاتا نقشاندن چما صورتي کوچک تيدا هاتا نقشاندن ليه چما صورتي غزالة تيدا نهاتا نقشاندن سببه أم يكم دي بيجن أم علماء مسلماننا ليد حقيقة خدا أم علماء مسلماننا قرأ كلامي أم بفتحي بخوينين على وماليفك على ماء مسلماننا أم لسر آوا مسلماننا أم وكا واقر شكو برتكك وبسر آبت كابن تقيمتي مجنينا يعني إيرو علماء أمتي قالك جوا علماء الربانيين نا علماء الربانيين علماء الرباني كي جان علماء الرباني رباني هنا ورباني هنا رباني أو عالمك وخستيا خزمته دجمن الدين خدا كتيا خزمته دجمن الدين خدا خزمته بدينات كي دوجه دين ده تسكنه ندفاع برجرية بر دين خدت كي وبر عقيدة خدت كي دفاع بر عقيدة وكسيك وجريا حق وجريا عقيدة راس در كتيا دفاع بر وادت كي أو عالمك الربانية أما عالم رباني شكو ربانيات معروفة ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون يعني أركان في ربانيتهنا أركان في شنا حتى كو أسباب ما رباني العلم والعمل والتعليم سير كنبنا هنا عمل وعلم وتعليم أسبخوا علمي ما بي أستعليم غير بكم وز عمل بعلمي أخوة بكم هنجي شك نينك وأز رباني ما أما دغيري ويدا هنجي أجوا علماء رباني ما هنجي أز بمجملاي أمتي أما هجركو أز رباني بوم عالمك رباني بوم هنجي أو ميما من أول دا وبدل ببا أز بمجبلاي أمتي أينجي جمرة قوتن فلان تس بلاي أمتي نا قوتن ملاي أمتي شو تخدمت جو أمتي رنكريا الكلمات والأفكار والتطلعات والمشاعر والأحاسيس التي سمعناها من العلماء الأفاضل منذ صباح هذا اليوم وإلى هذه اللحظة كلها صحيحة وفي مكانها، سواء أكانت من وجهة النظر العلمية أو السياسية أو حتى القومية. كلهم الأفاضل الأجلاء تكلموا عن مشاكل ومعاضل تعتري الأمة الإسلامية بعربها وكردها وتركها وفارسها وجميع الأقوام الأخرى. إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. فهذه الأمة كانت أمة واحدة لكنها فرقت، هي لم تتفرق من ذاتها لذاتها وإنما فرقت بأيدي الكفر المستعمرين منذ ما قبل 100 سنة أو أكثر. نحن نتكلم عن المشاكل. لماذا المسلمون هكذا في واقع مر مؤلم؟
ولماذا نحن الكرد هكذا في واقع مر مؤلم، سواء كان من الناحية القومية أو من الناحية حتى الإسلامية؟ لماذا نضع بصماتنا على المشاكل ولكن لا نسأل عن كيفية الحل؟ أو قبل أن نسأل عن كيفية الحل نسأل عن الأسباب. ما هي الأسباب؟ ما هي الأسباب؟ السبب الرئيس والمشهور والمعروف لدى جميع البشر وليس المسلمين فقط، كما أكدنا عليه في العام الماضي، هو مغلوبية الأمة الإسلامية. فأنت ما دمت مغلوبا لا تستطيع أن تتحرك بحرية ولا تعمل بحرية ولا تخدم نفسك ولا حتى غيرك إلا عمالة. لما أصبحنا مغلوبين مستعمرين انتشر الجهل والتخلف فينا، بل انتشر الجهل والجاهلية فينا. هناك علم وهناك جهل وهناك معرفة وهناك إدراك وهناك جاهلية وهناك إسلام. العلم يقابله الجهل، ويقال أن المعرفة يقابلها الإدراك السطحي. فغير خاف عليكم أن الأمة الإسلامية أمة واحدة هي خير أمة أخرجت للناس، جعل الله شعوبا وقبائل لتؤدي من خلال تعارفها فيما بينها وبخصوصيتها الوسطية وظيفة شهوديتها على الناس. ووحدة هذه الأمة هدف سام ومطلب نبيل وغاية أمر الله المخلصين بالتطلع إليها، لذا ينبغي أن ينتبه أبناء الأمة بجد في هذا الظرف التاريخي الذي تمر به لأهمية هذا الأمر، وأن يتفكروا بروية في ضرورة العمل الجاد من أجل الوصول إلى صيغة وآليات عصرية تجمع الكلمة وتوحد الصفوف وتخرجنا من دائرة الخلافات والتشتت. ولا يقبل المنطق السليم فضلا عن الشرع الحكيم أن نرى أعداء الأمة يدا واحدة علينا يرموننا عن قوس واحدة عازمين مسخ هويتنا تحت مسميات عديدة، ونكون نحن متفرجين غير مبالين بما يجري حولنا. لا بد أولا أن نبحث عن آليات توحيد جهود القيادات العلمية والفكرية وبلورة رؤية علمية لذلك. فهناك جوامع مشتركة من قبيل التاريخ والدين والأعراف والثقافات المشتركة والمصالح المتبادلة. وإذا كانت طبيعة الاجتماع الإنساني لا تخلو من لوازم الاختلاف كما أشار غيري من السادة الأفاضل، فإن مطلب الوحدة يستلزم مقصد التعارف الذي هو علة جعل الناس شعوبا وقبائل، والذي يقتضي هو أيضا الإقدام على عملية التعاون الإيجابي المأمور به مصداقا لقول الباري سبحانه وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى.